وانت ورقك ناقص ما ينفعش تروح ترفع قضية اصلا. اول حاجة سند الملكية، لازم يبقى معاك سند الملكية، وتتأكد ان المحكمة هتوافق بسند الملكية بتاعك انه ابتدائي، لانه عادة لازم يكون سند الملكية مسجل، خصوصا لو حضرتك مشتري من المالك الاصلي او من الورثة، لان الملكية لا تنتقل الا بالتسجيل، فلازم يبقى سند الملكية مسجل. دي حاجة مهمة. تاني حاجة، طب لو حضرتك الورثة ابناء الورثة يبقى معاك اعلام الوراثة. الحاجة التالتة يبقى معاك توكيل من كل الورثة، مفيش حاجة اسمها منفردا كده تروح تقدم نفسك للمحكمة. فدي شروط المؤجر يروح يجهزها عشان لو هيرفع قضية عن ناس اللي عقودها بعد 31 يوليو 1981. مش بفهم المؤجرين، بقول لهم ان ورقهم لو ناقص ما ينفعش يرفع قضية، عشان بعض المؤجرين او عدد كبير من المؤجرين مش معاهم الورق، فهو هيجي يخوفك كمستأجر هو ما ورقه ناقص، وانت ورقك ناقص ما ينفعش تروح ترفع قضية اصلا. وبفهمك انت كمستأجرة ان لو المالك بتاعك عقده مش مسجل على خلاف مع باقي الورثة، تبقي قاعدة مطمنة ان المؤجر مش هيرفع القضية. تخويفه ده ملوش معنى. لما بنبقى فاهمين المعلومة كاملة ده بيخلينا نعرف نتحرك واحنا واثقين من نفسنا.